أهلا بيكم فيديو جديد وليلة رائعة مع آمال ماهر وتوجهها برسالة شكر لجمهور الكويت. وجهت الفنانة آمال ماهر رسالة شكر لجمهورها بعد التفاعل الكبير الذي شهدته من الجمهور بحفلتها التي أحيتها بالكويت. وكتبت آمال ماهر في تدوين لها عبر حسابها على منصة إكس: شكرا من القلب جمهور الكويت، كانت ليلة رائعة بوجودكم. وتألقت آمال ماهر بحفلها الغنائي الساهر يوم الأربعاء 12 يونيو في دولة الكويت ضمن سلسلة حفلات الصيف. وبمناسبة الحفلة دي، في اعتقادي إن الحفلة دي هتذاع أول يوم عيد الفطر الساعة 10 إن شاء الله على قناة MBC مصر. وارتدت آمال ماهر خلال هذا الحفل فستان اسود طويل لامع كما ظهر معانا في الصور ابرز اناقتها قبل ان تتصدر ترند موقع اكس تويتر سابقا تزامنا مع بداية الحفل. وقدمت آمال ماهر خلال هذا الحفل الجميل الرائع باقة متنوعة من أجمل أغانيها، وتألقت أيضا بالأغاني الخليجية وأغاني الزمن الجميل مثل أم كلثوم والعندليب. وأطلقت الفنانة آمال ماهر ألبومها الأخير في يونيو الماضي بعنوان أنا كويسة، والألبوم ألقى نجاحا مبهرا متصدرا لمواقع الاستماع بملايين المشاهدات. وتعتبر هذه الحفلة الثالثة بعد إطلاق الألبوم، ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل. وأحيت آمال ماهر حفل غنائي ساهر لها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 3 مايو الماضي، وحقق نجاح كبير واستمرت فيه بالغناء لفترة وصلت لما يقرب من 4 ساعات على المسرح. كتير طبعا غنى 4 ساعات، ولكنها طبعا يعني آمال ماهر وصوتها حاجة رائعة، ربنا يحفظها يا رب ويحفظ صوتها. وحضر حفل آمال ماهر الذي أقيم في جدة 3 مايو الماضي عبير نعمة والفنانة مي كساب وفي الصفوف الأولى، وظهروا متفاعلين في فقرات الحفل كاملة لا سيما من أغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق والتي تألقت بها آمال ماهر في الحفل. وتفاعلت كل من عبير نعمة ومي كساب في أغنية ألف ليلة وليلة تألقت بها آمال ماهر بالتصفيق الحار، وكذلك الجمهور داخل الحفل. وقالت آمال ماهر للجمهور في بداية حفلتها: بجد شكرا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرا على كل حاجة. بحيي الماسترو وليد فايد والموسيقيين فرد على المجهود الكبير عشان الليلة دي تطلع من أميز الليالي التي أنتم تستحقوها، لأنكم جمهور تستحقوا الأفضل وأنتم وحشيني جدا. وعن شهر إبريل الماضي شاهدنا حفل أيضا لآمال ماهر الذي أقيم على مسرح المركي بالتجمع الخامس حضورا جماهيريا ضخما، وقد تفاعل الحاضرون معها بشكل كبير. وشهد الحفل عودة آمال ماهر إلى إحياء الحفلات بعد غياب دام شهور عديدة منذ آخر حفل ليها والذي أقيم داخل مدينة العالمين الجديدة. حفل آمال ماهر في التجمع الخامس جاء بقيادة الماسترو تامر فيدي بمشاركة أوركسترا ضخمة ضمت 50 عازف. ملكة الغناء العربي كما يسمينها ستقدم برنامج غنائيا إن شاء الله الفترة القادمة، ونتمنى لنجمتنا الجميلة اللي احنا كلنا بنحبها، بنحب صوتها بنحب أغانيها، إن شاء الله نتمنى دايما نشوفها متألقة كما اعتدنا من آمال ماهر. ولا تنسوا إن شاء الله الحفل هيتعرض يوم 16 يونيو أول أيام عيد الفطر على قناة MBC
مصر إن شاء الله لا تنسوها.